السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ومميز كالعادة مع إحدى عملائنا المميزين جدا وشركائنا وشركاء النجاح المهندس عبد الرحمن من داخل مزرعته المميزة هنا في مشروع حدائق سفنكس. طبعا أول شيء بنبارك له على المزرعة وأهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك. وكلمنا كده عن بداية الموضوع هنا في المزرعة، ابتدى منين ومن إمتى وعملت إيه علشان نوصل للشكل الجميل جدا اللي احنا فيه النهارده ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو البدايه كانت عن طريق النت، ان انا قريت عن افرولاند وفدان العيله والحاجات ديت، وابتديت ابحث في الموضوع لحد ما قدرت اوصل لموضوع حدائق سفنكس. فبصراحه جيت انا عملت جوله ووصلت هنا، يعني شفت هنا حدائق سفنكس وشفت الكيلو 64. لكن بصراحه الكيلو 64 ما شدتنيش زي حدائق سفنكس. فعلى طول خدت الخطوه بقى ان انا اعمل التعاقد، وفعلا في نفس الاسبوع اللي انا عملت فيه التعاقد عملت دفعه الاستلام واستلمت الارض على طول، لان انا من النوع اللي ايه يعني ما بحبش التاجيل، يعني بحب كل حاجه تتعمل بسرعه. ابتديت بقى اشوف ايه اللي ممكن يتعمل مع الباشمهندس العظيم هنا عبد الاله. يعني اوصى بان انا ممكن ما بين في المصاطب اللي ما بين الشجر البرتقال وبعضه نزرع زراعات تحميليه. احنا شايفين ما شاء الله خضار خضار فاكهه اللي احنا بتنجان عايزينه، يعني وفلفل بتنجان وفلفل، وعندنا بصل، وكان عندنا توم وكرومب وكابوتشي وخس. ودلوقتي طبعا عملنا ما بين الشجر وبعديه برضو خمسنا بشجر مانجا، بحيث ان ما بين الفراغات ديت بين شجره البرتقال وشجره البرتقال في شجره مانجا. فده بس طبعا لسه عمرهم صغير يعني. المهم يعني بعد كده فكرنا بقى في موضوع الاستراحه، ان احنا نعمل استراحه عشان خاطر لما نيجي يبقى في مكان نقعد فيه. بصراحه انا اثرت ان احنا نعمل كرفان، ما نعملش مباني. انا يعني سهل ان انا راجل مهندس اساسا، يعني سهل ان انا اعمل مباني، بس عشان اعمل مباني هضطر ان انا اقص شجر. وانا ما بفضلش ان انا اقص شجر خالص، يعني مش الموضوع مش مستاهل. انا عايز مكان اقعد فيه، فانا شايف ان انا الحمد لله. وميزه المكان هنا ان انت يعني مستلم بشجر مثمر، فاللي هو انا هشيله. الله ينور عليك. فبالتالي هيأثر فيا جامد قوي نفسيا يعني. فانا عايز ايه؟ عايز مكان اقعد فيه. طب انا الحمد لله عندي حته مساحتها حلوه، جميله جدا ومساحه معقوله وتناسب الاسره والعيله كمان زي ما احنا شايفين. فانا عملت كرفان. ربنا يبارك في الاحفاد. الكرفان لو انا عايز اعمل فيه كمان انا عامله مكان مفتوح يعني ريسبشن. فلو انا عايز اعمل فيه سراير هعمل فيه سراير. صحيح. واخد بالك؟ وقدامه تراس زي ما انت شايف كده، نعرف نقعد فيه، نعرف نقعد ناكل ونشرب ونعمل كل اللي احنا عايزينه. فالموضوع مش محتاج ان انت تعمل مباني وتبوظ الدنيا وبعدين برضو كلام في سرك، يعني انت خرسانات في ارض زراعيه موضوع مش مظبوط. تراخيص ونسبه معينه بتبني عليها بتبوظ البيئه. انت صحيح. بيئه زراعيه، فعشان تحط فيها خرسانه يبقى انت بتبور الارض. صحيح. واخد بالك ازاي؟ فيعني كانت فكره والحمد لله. وكان برضو لسه الكهرباء ما كانتش دخلت، والحمد لله بمساعده الناس اللي هنا دخلنا الكهرباء، وما شاء الله الدنيا ماشيه يعني زي الفل والحمد لله. الحمد لله. وبنبص برضو الاستثمارات مستقبلا كده مع افرولاند ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس عبد الرحمن، هو ده المشروع الوحيد اللي انت متعاقد مع الشركه؟ لا، انا ده الارض ديت، وعندي زراعه تعاقديه يعني تملك واستثمار، يعني تبع الشركه. وعندي استثمار في الكانتالوب. الكانتالوب اللي هو محصول الكانتالوب من ضمن مشاريعنا اللي في الاقصر. بالظبط. الامور طب ماشيه معاك ايه؟ برضه حابين نطمن والله في المشروع والعوائد. يعني شوف انا هقول لك على حاجه، هل في اي مشكله بالنسبه معاك؟ موضوع العوائد ده بامانه يعني انا اول ما عملت التعاقد مع افرا، انا بيني وبينك بقيت قلقان، لان يعني هو رقم مش صغير. فبقيت قلقان ان في حد ممكن يدي الرقم الفايده ده ويلتزم بيه في ميعاده كل شهر، لان انت بتسمع عن مستريح مش عارف مين ومستريح مين، حاجات بتخوف يعني. وبعدين دي ارقام كبيره مش ارقام صغيره. فقلت انا مش هخسر حاجه، يعني خلينا نبتدي ب 150,000 جنيه ونشوف، يعني ما تبقاش تعويره جامده يعني. فبصراحه العائد في ميعاده، لو انا عايزه كمان، يعني كلام يعني اوت اوف ريكورد يعني. لو انا عايزه قبل ميعاده مثلا بيومين ثلاثه، الناس ما بتتاخرش، يعني بتقول اهلا وسهلا، بتستلموا في الحسابات بدون اي مشكله، بدون ادنى مشكله، ولا مش عارف عايزين تاشيره من مين، ولا عايزين بصراحه. لا، الامور ابسط من كده، الامور بسيطه جدا. فبالتالي رحت مكبر الاستثمار. يعني انا دلوقتي استثماري بقى الضعف في الكانتالوب، وان شاء الله باذن الله الاستثمار اللي موجود في التعاقديه
ان شاء الله هيخلص في شهر 7 ان شاء الله باذن الله، هنضاعفه كمان ان شاء ان الله شاء الله. وان شاء الله في الاراضي كمان ان شاء الله باذن تضاعف الله في المساحه الاراضي ان شاء بامر الله الله تعالى ان شاء الله باذن الله نزود المساحه ان شاء الله باذن الله. طيب شايف الاستثمار الزراعي او تملك الارض يا باشمهندس مربح زي الزراعه التعاقديه؟ لا طبعا الاراضي ان انت تتملك اراضي دي استثمارها اعلى، بس هو استثمارها على لونج ران، يعني على مسافات بعيده، ما هوش زي التعاقديه انت بيجي لك شهر بشهر شهر بشهر، انما الارض انت زي الذهب قيمتها فيها زي ما بنقول بالظبط كده، طول ما هي قاعده سعرها بيزيد. تمام. يعني انت تنصح للي حابب ان هو يستثمر، تنصحه بالتملك ولا الاستثمار ولا بالفكره الجديده اللي احنا طرحناها اللي هي المحافظ الاستثماريه، اللي هو دمج ما بين التملك والاستثمار، بمعنى ان انا ممكن اتملك ارض بالتقسيط واستثمر بمبلغ معين ومن عوائد الاستثمار اسدد ثمن الارض بالكامل. ده تقريبا ده اللي حضرتك ده عملته تقريبا، ده اللي انا عامله. يعني انا عملت الزراعه التعاقديه عشان خاطر العائد ده اخد منه اسدد اقساط الارض، فانا هنا مش حاسس بثمن الارض، وفي الاخر بتسترد قيمه راس المال بتاعت الاستثمار. يعني فاصبحت الارض زي ما بنقول كده ببلاش. تمام. يعني انا دلوقتي باخد العائد بتاع التعاقديه ده، بخصم منه القسط، باخد الباقي. فانا لما مش حاسس بثمن الارض خلاص، انا المقدم بتاعها دفعته وخلصنا منه، واخد بالك، وده هي بتسدد نفسها تقريبا من العائد. فانا بنصح اي حد، انت يعني تقدر تقيم الموضوع بدماغك. والله انت راجل عايز تخش لك فلوس كل شهر، يبقى خليك في الاستثمار والمشاركه، استثمار تعاقد. عايز الفلوس اللي معاك دي تحطها في حاجه مش عايزها دلوقتي وهتعوزها بعد فتره زمنيه، يبقى خليك في الارض. عايز بقى تعمل ميكس ما بين الاثنين، اعمل بقى زراعه تعاقديه، وزراعه تعاقديه تجيب لك عائد تسدد بيه ثمن الارض، يبقى انت كسبان من الناحيتين. صحيح. ودي فكره المحافظ الاستثماريه اللي احنا بنقدمها، وهي الدمج ما بين التملك الاراضي الزراعيه من مشاريع الشركه في اكتر من موقع، واللي بتقدر تمتلكها بالتقسيط، وان انت بتشارك بجزء من راس مالك في الزراعه التعاقديه بعوائد شهريه، ومن عوائد المحصول هتسد ثمن الاصول اللي هي الاراضي. نشوفكم على الف خير في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لك يا باشمهندس.